السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الناس كاع اللي كتسولني الاسم ديال مولات، يعني سيدة الأعمال اللي عندها اوطيل سماتو اوطيل صوفيا، واللي كنت غالط في الاول كيحسبني راه مولات وسميتها صوفيا، فزدت ندير البحث هنا في الاول. درت البحث ديالي على قبل لوطيل، اوطيل شنو سميتو هادي، وصلتني المعلومة بغلط. فالله يجازيهم بخير الجالية الفرنسية المقيمة بفرنسا، فواحد منهم كنتصل به، يعني قال لي دخل عندي وهذا، ودخلت عنده واتصلت به وهذا، وكيهضر معايا من كوت ديفوار، فقال لي مولاتو راه سميتها فاتحة بورديري. فاتحة بورديري، يعني تزوجات تمايا وقضات الغارات تما، ودارت واحد المشروع اللي هو مربح، دارتو في واحد البلاصة اللي واعرة. حتى داك لابلاج اللي حدا اوطيل راه على حسابهم، يعني داك لابلاج بريفي خاص بلوطيل، يعني ميمكنش شي واحد يجي يعوم فيه ولا يدير فيه شي حاجة من غير ما ياخد اوتوريزاسيون من لوطيل. فتيحة بورديري يعني آه عندها اوطيل صراحة اللي زوون، يعني عنده 4 ديال النجمات ومغربية. والاسم فاتحة راه باين، يعني غادي من غير خلال اسم فاتحة فغتعرفوها بأنها مغربية. والناس اللي كيسولوا عليها أنا غنخليكم تسمعوا الصوت ديالها مباشرة، وغتسمعوا شنو كتقول على هاد الأوطيل اللي بالحوزة ديالها واللي في الملك ديالها. وخليكم معها ورجعوا من بعد نتكلموا على باقي التفاصيل. Complexe hôtelier de 75 chambres, salle de restaurant, salle de conférence. Il y a une plage privée, il y a la piscine à l'eau de mer, il y a toutes les commodités d'un hôtel 4 étoiles. La sécurité est de mise, sincèrement, depuis que je suis là, la sécurité y est, il y a, ça de la mer y est, et puis il y a toutes les commodités favorables. سمعتو كيف ما سمعتو هنا، كتكلم على الخدمات اللي كتقدم هاد لوطيل هادي، وشنو فيه ولي سيكوريتي اللي فيه كيفاش جا الشكل ديالو حدا البحر راه ديك لابلاج بريفي. شحال فيه ديال البيوت، شحال فيه ديال، يعني كاع الخدمات تكلمت عليهم هنا. دابا هنا الصوت الثاني اللي غادي تسمعوا الصوت ديالها من مقتطف، غادي تقول لكم كيفاش حتى دارت هذاك لوطيل تما، وهذا خليكم مع التفاصيل. Je suis là depuis 32 ans en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, c'est mon pays d'accueil. Donc, je suis d'origine marocaine, mais je suis ivoirienne aussi. J'étais au Maroc, j'ai fait toutes mes études. Mes parents sont au Maroc. Je suis née à Rabat, la capitale du Maroc. Je me suis retrouvée en Côte d'Ivoire depuis 1990 avec mon mari. J'ai eu des enfants. Et j'ai fait toute ma vie ici. Et donc, je suis à la tête de la société Hôtel Sophia San Pedro depuis 1990. كتحدث لكم وقتاش جات الكوت ديفوار هي وراجلها، وكيفاش بداو المشروع ديالهم من تمايا، وهي راه بنت الرباط ويعني كما تنقولوا هي مغربية حرة. يعني هاد اللوطيل هذا اللي دابا كلشي دابا كيقلب على شكون مولاتو، اكثرية الناس. وكنعتذر في الفيديو اللي فات، ما كنتش عارف الاسم ديالها الحقيقي. انا قلت صافي منين مسميها صوفيا غتكون سميتها صوفيا، حيت غالبا حنا المغاربه كنبغيو نسميو الحاجه على الاسماء ديالنا. فملي جيت ندير هذا البحث هذا قلت نشارك معكم بعدا هاد الصور من داخل الفندق. وتبارك الله، يعني فندق زويون، يعني بسيط ولكن راه زويون ما عندي ما نقول، زائد عليهم اللمسات اللي دارت الجامعة المغربية تما. أه بغينا زعما نزيدو نعطيوكم بزاف ديال الحوايج من من قلب الكان ومن قلب الأوطيل وكاع الأجواء، ولكن حاليا ممنوع على الصحافة أنها تصور تما داخل المنتخب. فاحنا هنا بحال كنقشبلو شوية، كنجيبو معنا شوية أخبار معنا وكنجمعو داك الشي ونحطوه في فيديو ونقولو اللي كاين. فهذه هي السيدة اللي يعني سيدة أعمال اللي عندها أوطيل تما. وكما قلنا في الفيديو اللي سبق هذا،
فكاين واحد كاين شي ناس اللي تيكون قالك الله سبحانه وتعالى انتشروا في الأرض يعني وابتغوا من فضله، إنسان يتحرك ويكون عنده واحد الوجهة. مثلا الناس اللي في المغرب اللي كتعاني من الخدمة وداك الشيء، الإنسان يتحرك. إذا كانت مدينتك ما فيهاش العمل، نقدر نمشي لمدينة اللي فيها شركات فيها عمل ونتحول ليها الله بزاف ديال الحوايج باش دير. وخصوصا لك انت راجل، مازال المراه صعيب عليها الحال. انت راجل تقدر كما تنقولوا حنا تقدر تباتها في الغابه وتمشي تخدم حتى توقف رجليك. ولكن الانسان يكون طموح، كما كنقولوا دائما يكون طموح وعنده فكره وعنده واحد التوجه. بحال هاد السيده، شوفوا كيفاش غتخيلوا وحده مغربيه بنت الرباط، وتحيه للعاصمه اللي كتعطينا نساء من هاد الطينه هادي، غادي تمشي وغتجوج في الكوت ديفوار وغدير هاد الفيلم كامل. كاين اللي غايقول لي في التعاليق لا راه كلشي من الراجل، والراجل هو اللي داكشي. كنراه قال لك كل رجل عظيم وراءه امرأة. يعني المرأة ما نساوهاش في هاد الاتجاه، ونمشيو في هاد المسائل زعما نكونوا واقعيين، ما نكونوش غير كنتفلاو. المرأة حتى هي عندها واحد الدور، وهذه يعني مرأة باش تكون هي الرئيسة ديال داك لوطيل، وهي اللي كتجيري وهي اللي مقدر الامور. فكاع ليا فالمرأة قادرة دير بزاف ديال الحوايج. يعني تبارك الله على المرأة المغربية، وتبارك الله على السيدة فاتحة البورديري اللي دايرة هاد المشروع هذا، واللي استقبلات المنتخب المغربي ووفرات له هاد الوطيل هذا. وتحية كذلك للجامعة الملكية المغربية اللي حتى هي واقفة على زمام الأمور تمايا، حتى من الأغطية من الأفريشة كل شي تبارك الله تمايا الجديد. يعني عاد زيد عليها الأجواء الرائعة اللي كاينة تما دابايا في المعسكر ديال المنتخب المغربي. فكل شي على ما يرام. نرتاحوا من هذا الجانب هذا، ونكونوا زعما في كامل الاطمئنان من جهة المنتخب المغربي. كل شيء متوفر له تما، كل شيء ناضي. والجمهور المغربي تا هو كل شيء غادي يكون تما ان شاء الله فرحان سعيد. وكل شيء غادي يكون يعني انتم دابا تشوفوا الفيديوهات ملي غيبدا الكان، غتشوفوا الفيديوهات ودوك اليوتيوبرز اللي غيبداو يصوروا تما اللي مشاو تمايا. بزاف ديال الاجواء اللي زوينه صراحه في الكوت ديفوار. الحاجه اللي بغيت نقول لكم في هذا الفيديو واللي غنختم بها، الفيديو اللي غنحطو من المور هذا، الناس اللي كتسولني فين هو الزياش، ما تكلمتيش على الزياش. انا غادي نحط لكم فيديو تاني على الزياش مستمتع في لابيسين مع الاصدقاء ديالو في الاوتيل، وحصريا على قناة السركيس. فإلا بغيتو تشوفوا هذا الفيديو إن شاء الله وتكونوا من المتتبعين ديالنا الأعزاء، فما عليكم إلا تدخلوا ديروا أبوني الناس جداد، وديروا لايك. ما تنساوش لايك دائما، عطيونا لي لايك بزاف باش دائما نشجعوا نعطيو الجديد ونكونوا معكم وقراب منكم. وتحية الجالية المغربية المقيمة بفرنسا، وتحية المغاربة كاملين من طنجة القويرة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.